الخوف من الضلمة. في أطفال ممكن يكونوا 4 5 6 7 8 9 سنين فجأة يخافوا من الضلمة ويتخيلوا إن في مونسترز أو ناس أو وحوش. طب ده بيجي بنتيجة إيه يا جماعة؟ بيجي نتيجة الميديا، الألعاب اللي الأطفال بيلعبوها بتختزن في دماغهم، وبيتخيلوا إن الحاجات دي ممكن تحصل لهم في الضلمة، فبيخافوا وبيقلقوا ومش عايزين النور يضلم، وبيبقوا عايزين ماما تنام جنبهم. طيب أنا مهمتي أعمل إيه؟ واحد، اوعى تقفل النور غصب عنه. لو الطفل بيخاف من الضلمة اوعى تقفل النور عليه، ده مش هيعلمه، ده بالعكس هيعمله انتكاسة، هيخاف جدا، هيترعب، الموضوع مش هيتحل عنده خالص. فأرجوكم ما تقفلوش النور على الولاد بالعافية. طيب تاني حاجة مهمة، هفضل نايمة جنبه لحد ما يهدى وينام وهقوم. طيب هيجيلي هطبطب عليه وانام جنبه وهديه، مفيش مشكلة خالص، ده مش هيأثر عليه. كل اللي بقدر اعمله اني بفضل جنبه اديله الاحساس بالامان، كأن كوبايه الامان اللي موجوده عند الطفل اتدلقت، فانا بحاول املاها تاني علشان يستعيد احساسه بالامان واحساسه بالطمأنينة. طيب ايه كمان مع ده مهم كمان حبايبي، انه احنا نخلي الطفل ما يشوفش الحاجات المزعجه دي. افلتر اللعبه دي بتسبب لي خوف، الفيديو ده بيسبب لي خوف، المشهد ده او الكرتون ده بيسبب لي خوف، ما اتفرجش عليه وبفهم اوعيه، اقول حبيبي الحاجات اللي بنتفرج عليها دي بتلزق في دماغنا، فبتخلينا نتخيل حاجات مش موجوده، فبنجيلنا افكار، الافكار دي تسبب لنا قلق وخوف. انا بأقر المشاعر، انا معترفه جدا ان انت قلقان وخايف ودي مشاعرك، بس تعالى نناقش الفكره جات لي منين؟ الفكره جات لي من واحد اتنين تلاته، تعالى نظبط الفكره دي. ده ببساطه اللي احنا بنعمله مع ولادنا اللي حاسين بالخوف والقلق، بنفضل نسدد احساس الامان. ومع الوقت مشاعر الخوف والقلق بتقل، وكأن كوباية الأمان بترجع تتملي تاني. بس مهم جدا أسحب المشكلة الأساسية اللي بتسبب الإحساس ده، اللي بتديلي أفكار بتخليني دايما خايف وقلقان.